اعرفش طبعا. استاذه ريهام، حضرتك اولا منوره اسكندريه، والمهرجان تبع النهارده قيمه وقامه حضرتك عشان موجوده فيه. ميرسي، الله يخليك. يعني كلمينا بقى عن الدوره النهارده وحضرتك اسم حضرتك وحضرتك موجوده فيها. انا مبسوطه قوي وبشكر اداره المهرجان وممتنه ربنا على التقديم، وبشكر اهل اسكندريه كلهم عشان هم وشهم حلو عليا. كلمينا عن دورك في فيلم ظلم المصطبة. كان دور صعب وتعبنا فيه، تمام. بس الحمد لله ربنا كرمنا وعجبني. المكياج انت كنت بتصوري طول الوقت؟ نزل المايك تامر. يعني ده مش طول الوقت يعني، بس صورت لفت كذا. نظر الناس جدا، ابدعت يعني في الدور. الله يخليك، متشكره قوي. عمرو عبد الله كان عامل سبيشال افكت حلو وربنا كرمنا الحمد لله. بتحضري فيلم اسمه البرشامة مع هشام ماجد. ايوه. دي تجربه جديده عليا، انا في وسط مجموعه ناجحه من الكوميدي وفيلم هشام ماجد واستاذ خالد جلال طبعا. سر اختيارك للدور يعني، هل لا، طبيعتك انا الناس كوميدية كلها ولا اللي جوه درامية؟ الفيلم بحبهم وبحترمهم قوي، فمبسوطه ان انا اصلا ابقى معاهم. كلمه الاسكندريه بقى. ريهام، قولي لنا النهارده تكريمك النهارده يعني في توجه من الدوله بتقنين الاعمال الفنيه شويه ان هي تبقى هادفه اكتر. ايه رايك في والله مش وحش ان في اعمال هادفه وفي اعمال مسليه، والفن انواع يعني. التكريم النهارده في اسكندريه بيمثل لك ايه؟ بيمثل لي حاجه حلوه قوي، واسكندريه خدت فيها جايزه احسن ممثله مساعده من كام سنه في المهرجان. وشكوا حلو عليا، بحبكم. طب لو تحبي تهدي التكريم لحد، يعني لو تحبي تهدي التكريم لحد. بس عن النهارده تكريم يعني في المهرجان كده على راس مش عايزه انا لا. يلا 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 بصي خشي يمين بقى شويه عشان في حد جامد جاي. تعالي كده بس، تعالي كده. طب ماشي، طيب براحه عشان نغير.